السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطلاب الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض أسئلة كتاب الامتحان علوم متكاملة من الجلدة للجلدة. إن شاء الله بأمر الرحمن هتلاقي الدنيا معايا سهلة، هتلاقي إن شاء الله الدنيا إن شاء الله معايا بسيطة. كل بس اللي طالبه منك يا بطل اللي أنت ربنا إن شاء الله يكرمك وتركز معايا بس. اللهم ارزقنا التركيز، مش عايز أكتر من كده. يلا بينا عشان ما أطولش عليك وركز معايا. اول درس يا اولاد بيتكلم عن الغلاف الحيوي. الغلاف الحيوي كتاب الامتحان مقسمه ل 3 بارتس، يعني بالبلدي كده بارت 1 بارت 2 بارت 3. تعالى كده النهارده نشوف ان شاء الله ربنا ان شاء الله يكرمنا نخلص بارت 1 واخلص لك كمان يا بطل بارت 2. ركز معايا. اول سؤال معايا بيقول لي اي الاختيارات الاتيه يعبر بشكل صحيح عن الغلاف عن الغلاف الحيوي. والله يا مستر محمود الغلاف الحيوي ده اللي اعرفه عنه اللي هو جميع الكائنات الحيه اللي بتوجد على كوكب الارض، تمام؟ طيب ركز معايا كده في اختيار. قال لك ده الغلاف اللي بيحتوي على الغازات. لا يا بطل، الغازات ده يعني بالبلدي كده انا معايا غلاف جوي، يبقى انا كده يا جماعه لا هو يعني غلاف بالبلدي هو اسمه ايه؟ جوي. جزء من كوكب الارض يمتد من اعماق المحيطات حتى قمم الجبال. طبعا يا جماعه اجابه صح. انا يا جماعه دلوقتي عندي قمم الجبال واعماق المحيطات، الحته دي كده كلها سيادتك اسمها الغلاف الحيوي. اسمها ايه يا شباب؟ الغلاف الحيوي. انا كده يا جماعه الاجابه معايا رقم ب. ثاني سؤال بيقول لي يتفاعل الغلاف الحيوي مع الغلاف المائي عندما. والله يا مستر محمود الغلاف الحيوي مع الغلاف المائي بيتفاعلوا مع بعض امتى؟ وعايز حاجه حيوي مع حاجه مائي اهو، حاجه حيوي مع حاجه مائي. يلا بينا. تحصل الكائنات الحيه على الاكسجين. لا يا مستر، كائن حي ده يعني حيوي، اكسجين يعني غاز، يبقى يا مستر الاجابه دي كده غلط. يموت النبات اهو مستر، النبات ده حيوي وبيتحلل فين يا اولاد؟ في التربه. لا يا مستر تربه يعني انا بتكلم كده ان في غلاف اسمه الغلاف الصخري، برضه يا مستر ماليش دعوه بيها. طب ركز معايا، انا عايز حاجه تبقى مائي مع حيوي. تمتص النباتات الماء، مظبوط اهو يا مستر نبات حيوي ميه مائي، يبقى كده يا مستر الاجابه رقم ج. السؤال الثالث بيقول لي الشكل المقابل يوضح عمليه حيويه مهمه للنبات. اهو العمليه دي يا جماعه حيويه ومهمه جدا للنبات. اي المعادلات التاليه تمثل هذه العمليه؟ طب ركز كده بقى معايا يا بطل بعد اذنك كده، ركز معايا قوي في الحته دي. طبعا يا مستر العمليه دي هنا طبعا يا مستر في شمس، يبقى دي بالبلدي كده عمليه اسمها عمليه البناء الضوئي. طب بص بقى يا بطل، في حاجتين كده هنا داخلين النبات اهو، في حاجه هنا داخل النبات اسمها ايه؟ داخله عن طريق يا اولاد الجذر اهو، الجذر اهو. طيب في حاجه برضو يا مستر داخله برضو النبات اهي اسمها سي، لكن بي اهو خارجه ودي كمان خارجه. طب ما تيجي كده نفسر كلامنا، يلا بينا. الايه دي يا اولاد اللي هي داخله من عن طريق الجذور اهي، يبقى ده كده يا مستر اكيد ميه. السي دي يا مستر دي داخله ولا خارجه؟ لا يا مستر محمود انت قلت لي يا مستر داخله. طب يا مستر النبات اصلا اثناء عمليه البناء الضوئي بياخد ايه؟ والله يا مستر هو بياخد غاز اسمه ثاني اكسيد الكربون زي العسل، بيخرج من النبات. انا بص بديله ميه وبديله شمس وبديله ثاني اكسيد كربون عشان هو يديني يا اولاد حاجتين اهم. ركز بقى معايا فيهم، ابوس ايدك. البي اللي هو طالع منه اهو وداخل له تاني اللي بيحتفظ بيه سكر اسمه سكر الجلوكوز. الدي دي يا اولاد برضو طالع برضو يا اولاد من النبات، يبقى ده مستر غاز اسمه غاز الاكسجين. يبقى انا كده بالبلدي عايز حاجتين داخلين وحاجتين خارجين. مستر انا شايف والله يا مستر اول حاجه داخله للنبات اللي هي رقم ايه اهو. طب تاني حاجه يا مستر داخله للنبات اللي هي رقم سي، يبقى انا هختار الاختيارات بتاعتي اللي داخل للنبات ايه وسي. طب هنا غلط، ب اهو بص كده غلط. ب بقى بتقول لك ايه؟ ايه وسي اهو داخل للنبات، خارج منه بي اهو وخارج منه دي، مظبوطه. اي حاجه طبعا يا شباب تانية غلط. يلا ركز بقى معايا. 4. اي الاغلفه التاليه يمتص النبات منها الماء والاملاح المعدنيه معا؟ يا مستر ده عايز يمتص ميه اكيد، يعني بالبلدي كده غلاف مائي. املاح معدنيه، طب يا مستر الاملاح المعدنيه اصلا يا شباب موجوده في التربه، يبقى انا كده يا جماعه بتكلم على الغلافين المائي والصخري. طبعا جو غلط، جو صخري غلط، غلاف مائي غلط. ماشي يلا بينا. عند تعرض النبات ليوم مشمس. طبعا يا جماعه الاسئله اللي مش محتاجه شرح يعني بقولها على طول، في اسئله طبعا محتاجه شرح زي السؤال ده مثلا. بص بيقول لك ايه؟ عند تعرض النبات ليوم مشمس اي الغازات التاليه يزداد معدل خروجه من الورقه؟ مستر شمس، يعني النبات عمل بناء ضوئي. طب تعالى اقول لك يا بطل، النبات اديت له ميه، النبات اديت له ثاني اكسيد كربون، اديت له ضوء الشمس، اداني ايه بقى يا مستر؟ والله يا مستر هو طلع لك غاز اسمه غاز الاكسجين وسكر اسمه سكر الجلوكوز. طب دلوقتي النبات بيقول لك مين الغازات اللي هتطلع منه اهو وبيزداد كمان يا مستر معدل خروجها؟ اكيد طبعا سيادتك عارف ان هو غاز مين؟ الاكسجين. كده يا مستر الاجابه بتاعت السؤال الخامس ب. من الشكل المقابل، بص كده يا حبيب قلبي يلا معايا للشكل اهو. الشكل المقابل الذي يوضح احدى العمليات الضروريه التي من خلالها النبات بيصنع غذائه.
ماذا يمثل الحرفين اكس وواي؟ خلاص بقى يا مستر انت لسه قايل لي عمليه البناء الضوئي، يبقى كده يا جماعه اللي خارج من النبات اكس دي اللي هو غاز الاكسجين، والواي دي طبعا اللي داخله له اللي هو غاز اسمه ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. شاطر. يبقى انا كده عايز اختار ان اكس اهي اكسجين، اللي اختار اللي واي ثاني اكسيد الكربون. بس اكس اكسجين اهو على الترتيب. اكسجين لا ده نيتروجين، اكسجين وثاني اكسيد كربون حصل، ميه اكسجين غلط، ثاني اكسيد كربون واكسجين غلط. وركز معايا في اللي بعده. أي الكائنات الحية التالية يعتبر مصدر الطاقة الأول في نظام بيئي؟ شباب أي نظام بيئي بيحتوي على طحالب، نباتات، عشب، أي حاجة لازم يا جماعة يكون في حاجة اسمها كائن منتج، هو اللي بيعتمد عليه باقي أفراد السلسلة كلها. فأنا بقول لك مين من الكائنات دي بيعتبر مصدر الطاقة الأول في نظام بيئي؟ والله يا مستر أنا هختار نبات الذرة. ليه؟ سيادتك أنت عندك الذرة بياكلها الجرادة، والجرادة بياكلها طائر الزقزاق، وطائر الزقزاق بياكله التعبان. شيل ده بقى كله مش موجود، بقى كله مش موجود. طبعا يا جماعه بيحصل خلل في النظام البيئي. يبقى انا بعد اذن حضرتك كده مبصمجها دلوقتي كده واحنا مع بعض. اي نظام بيئي بيبتدي بكائن منتج للغذاء. تمام. اي الكائنات الحيه التاليه يعتمد في تكوين غذائه على مكونات غير حيه. يعني مستر عايز يعتمد على مكونات، بس المكونات دي يا مستر بتكون ايه؟ غير حيه. يعني مثلا غير حيه زي مين؟ والله يا مستر معايا التربه، والله يا مستر معايا الميه، والله يا مستر معايا عناصر معدنيه، والله يا مستر معايا ضوء الشمس. طب يا مستر انا هختار فار؟ لا ده الفار اكيد عايز ياكل، هياكل ايه يعني؟ تعبان نفس الكلام؟ لا. ضفدع؟ لا. يا مستر ده في نبات القمح، نبات القمح ده سيادتك بيعمل عمليه البناء الضوئي من عوامل لا حيويه زي الميه وزي الشمس اللي هو الضوء طبعا يا حبيب قلبي الجميل. وثالث حاجه يا بابا اللي انت عارفها ثاني اكسيد الكربون، الوحيد اللي بيصنع غذائه بنفسه. يلا اللي بعده. اي مما يلي يمثل كائن منتج للغذاء؟ يا مستر انا عايز حد من دول يا مستر يبقى بيصنع غذائه بنفسه، مفيش قلت لك الا نبات، عشب، طحالب، كل الكلام ده. فطر الخميره؟ لا ده مستهلك. بكتيريا؟ لا يا مستر البكتيريا دي اسمها بص حتى بقول لك محلله، كائن محلل. طحلب اخضر؟ حصل يا مستر. الاميبا؟ مستهلك. يبقى انا كده يا جماعه الاجابه رقم ج. اي الكائنات الحيه التاليه يختلف عن الباقي في طريقه التغذيه؟ عايز حد يا جماعه بيكون بيختلف. طب يلا يا بلا يلا ركز معايا. انسان مستهلك، ده طحلب اخضر منتج، اسد مستهلك، غزاله مستهلك. بذمتك ده مستهلك وده مستهلك وده مستهلك، يبقى انا يا جماعه الوحيد اللي فيهم منتج الطحلب الايه؟ الاخضر. لبعض انواع الفطريات، يلا يا اولاد السؤال 11، لبعض انواع الفطريات دور في الحفاظ على توازن النظام البيئي. يا مستر بتحافظ على النظام البيئي ايه؟ بص يا باشا احنا مثلا هقول لك مثلا شفوي كده سلسله غذائيه عشان بس يكون بس الدنيا سهله ان شاء الله معاك. انا معايا نبات، النبات ده يا مستر مثلا بياكله ارنب، والارنب بياكله مثلا ضفدع، والضفدع بياكله تعبان، والتعبان مثلا بياكله صقر. مين من دول يقدر على الصقر؟ ولا واحد فيهم اصلا يا مستر يقدر على الصقر. طب الصقر بقى ما يقدرش عليه الا مين؟ الا ربنا سبحانه وتعالى، او صقر زيه في نفس مكونات مثلا جسمه. او يا مستر لما بقى ربنا يفتكره طبعا يا مستر الصقر ويموت، يجي بقى يا مستر يتلم عليه الكائنات المحلله. هو ايه يا مستر محمود فائده الكائنات المحلله؟ الكائنات يا اولاد المحلله دي هي اللي بتحلل جثث الكائنات الميته وبتاخد منها العناصر الغذائيه وبترجعها تاني يا مستر للتربه مره اخرى. اهم حاجه بعد الكائن المنتج بالنسبه لنا الكائنات المحلله، هي يا جماعه اللي بتحافظ على استمرار النظام البيئي. يبقى لما يقول لي بعض الفطريات بتعمل ايه؟ اقول له بتنتج غذائها؟ لا يا عم هي اصلا مستهلكه. توفير الماء اللازم، هي ايه علاقتها يعني يا جماعه بالميه؟ اعاده العناصر الاساسيه للبيئه؟ حصل اعاده العناصر الغذائيه للبيئه او العناصر الاساسيه للبيئه مره اخرى. طبعا يا جماعه مالهاش علاقه بتحويل المواد البسيطه لمواد عضويه. اي مما يلي يمثل عوامل لا حيويه في الغلاف الحيوي؟ عايز حاجه يا جماعه بتمثل عوامل لا حيويه. لا حيويه يعني مش كائن حي بالبلدي كده يعني. يلا ضوء ونبات، انا ممكن اختار الضوء بس النبات غلط. ميه وبكتيريا، ممكن اختار الميه بس البكتيريا غلط عشان هي حيويه. معادن وهواء؟ حصل. الاثنين يا مستر عوامل لا حيويه، مش كائن حي يعني اكيد المعادن والهواء. حيوان وانسان؟ لا يا مستر غلط عشان طبعا حيويه. ركز معايا يا باشا في السؤال اللي بعده. السؤال يا جماعه رقم 13 مديني رسمه اهو زي كده، بيقول لي ايه؟ الشكل المقابل يوضح احد الصغور الفتحات اللي مسؤوله عن تبادل الغازات في ورقه النبات. مين من الاختيارات دي بيعبر عن الغازين اكس وواي؟ طب بالراحه، مش يا حبيب قلبي النبات عنده على الورقه كده في فتحات كده يا بابا هنا كده صغيره كده اسمها الصغور، فتحات مجهريه لا ترى بالعين المجرده مسؤوله يا اولاد عن تبادل الغازات. حصل يا باشا. طب مستر هو الغاز اللي بيخش للنبات اللي النبات اصلا محتاجه عشان يعمل بناء ضوئي؟ يا مستر ده ثاني اكسيد الكربون. الغاز اللي خارج منه شايف حضرتك اتجاه السهم اكيد زي ما انا شايفه اهو الغاز اللي طالع منه يا مستر. يا مستر ده غاز اسمه غاز الاكسجين. يبقى انا يا شباب عايز اجابه
بتقول لي ان اكس ثاني اكسيد الكربون وواي اكسجين. تعالى كده ندور. اكس ثاني اكسيد كربون يبقى الف غلط، اكس ثاني اكسيد كربون يبقى هنا برضو ج غلط. يبقى كده يا جماعه الاجابه رقم ب. اتمنى من ربنا يعني تكون وصلت. يلا يا اولاد ركز معايا في السؤال رقم 14. ايا مما يلي يعد صحيح. تعالى بالراحه بقى كده مع بعض عشان الحته دي مهمه. المجتمع الحيوي عباره عن مجموعه افراد من نفس النوع بتعيش في نفس المساحه. كداب مستر. المجتمع الحيوي ده يا مستر بالبلدي كده غلط خالص. ليه؟ تعالى اقول لك ايه تعريف مجموعه افراد من نفس النوع. يا اولاد اول ما بشوف مجموعه افراد من نفس النوع دي يا حبيب قلبي اسمها جماعه حيويه. هتتكرر دلوقتي 3000 مره. اسمها ايه يا شباب؟ يلا جماعه حيويه. يبقى دي كده يا مستر غلط. لكن المجتمع الحيوي دي جماعه حيويه مع جماعه حيويه مع جماعه حيويه بتعيش. يعني مثلا قلت لك ارنب وارنب كلهم يا شباب من نفس النوع، كلهم ارانب. الارانب دي يا بابا كلها اسمها جماعه حيويه. طب افرض قلت لك جماعه من الارانب، جماعه حيويه مثلا من الاسود، جماعه حيويه مثلا من الغزلان، دي كلهم بقى عايز اربطهم كلهم كده في جمله مفيده او كلمه مثلا مفيده. ممكن يا شباب اقول عليها مجتمع حيوي. يبقى المجتمع الحيوي بيضم جماعات حيويه مختلفه عن بعضها. لكن الجماعه الحيويه لا يا مستر. الجماعه الحيويه دي كل الافراد بس تكون من نفس الايه؟ النوع. شاطر. ب. النظام البيئي عباره عن تفاعل مجتمع حيوي مع البيئه المحيطه. طب والله العظيم كلام محترم، بس تعالى هقول لك مش هختارها دلوقتي، اصبر ااكد لك بس ان ج غلط وده الغلط. الجماعه الحيويه عباره عن مجموعه افراد من انواع مختلفه. اقفش يا معلم. غلط. انا لسه قايل لك ان الجماعه الحيويه من نفس النوع. الغلاف الحيوي عباره عن افراد مختلفه بتعيش في مجتمع حيوي. لا يا مستر. ايه يا مستر افراد مختلفه وايه مجتمع حيوي؟ طبعا يا جماعه كده الاجابه رقم اهو ب. النظام البيئي تفاعل مجتمع حيوي مع البيئه المحيطه. خش معايا يا حبيب قلبي الجميل على السؤال اللي بعده. بيقول لك في الشكل المقابل وجود الشجره والفطر والارنب معا. شجره وفطر وارنب. هسال سيادتك سؤال، هل دول من نفس النوع؟ لا مش من نفس النوع. ينفع اقول جماعه حيويه؟ لا يا مستر ما ينفعش. طب ما تركز يا بابا. جماعه حيويه كده غلط. اكيد هم كلهم مش كائنات منتجه، يعني الشجره بس هي يا مستر اللي منتجه. ده مستهلك وده مستهلك، يبقى ده كمان اهو غلط. كائنات منتجه ما فيش قلت لك الا الشجره، يبقى ده غلط. يبقى شفت انا حتى حليتها بالاستبعاد. يبقى انا لسه ده تاكيد على كلامي. لو ما قلت لك شجره وفطر وارنب يا مستر مجموعه مختلفه، يبقى انا كده هختار المجتمع الحيوي. يلا اللي بعده. الشكل المقابل يوضح عدة كائنات حية مختلفة بتعيش في منطقة معينة. ماذا تمثل الديدان الموجودة في هذه المنطقة؟ بص حبيب قلبي الجميل بيقول لك الديدان. طب يا مستر انا لسه قايل لك الصقر يا بابا لما بيموت يتلم عليه الفطريات ويتلم عليه الديدان ويتلم عليه كل الحاجات دي يا اولاد عشان تحلل جسمه وترجعها على الارض مرة اخرى. بص انا قلت ايه؟ تحلل جسمه. يبقى دي كده يا مستر بالبلدي اسمها اهو الديدان دي يا بابا اهو نوع. بيتكلم عن نوع. نوع. يبقى دي يا مستر اسمها جماعه حيويه. تمام. اصغر مستويات التنظيم في الغلاف الحيوي. اصغر حاجه يا ولاد في الغلاف الحيوي بابا انا عندي حاجه اسمها النوع. اهو انا نوع، انت كمان نفس النوع بتاعي. ما هو انا بشر اكيد، انت مش حمار. انا اسف يعني، ما انت اكيد بشر برضه زيك زي انا وانت يا بابا من نوع واحد. تمام. يبقى انا وانت اصغر حاجه. طب تعالى بقى نجمع انا وانت واسلام وابراهيم ومحمدين وحسنين واسماعيل ومش عارف ايه، كلنا برضو بشر. دي حاجه اسمها جماعه حيويه. طب جماعه حيويه من البشر مع جماعه حيويه من الحصينه مع جماعه حيويه من النباتات مع جماعه حيويه من الاشجار، دي كده كلها جماعه وجماعه تعمل حاجه اسمها مجتمع حيوي. طب تعالى كده نشوف السؤال عايز ايه. هو اصغر حاجه في اللي انا نطقته ده ايه؟ خلاص بقى يا مستر الكائن الحي. اكيد يعني ما تقنعنيش يعني اللي اصغر منه مجتمع ولا جماعه ولا نظام. متفقين. الغابة اللي بتضم أشجار، حشرات، طيور. طب خلاص بقى يا مستر الثلاثة مختلفين عن بعض. يا ترى هي منطقة حيوية ولا مجتمع حيوي ولا جماعة حيوية ولا غلاف حيوي؟ لا حبيب قلبي الجميل هي مجتمع حيوي. ليه يا مستر مجتمع حيوي؟ عشان الثلاثة دول مش شبه بعض، مختلفين عن بعض. والسؤال ده للمرة المليون اتكرر. قطيع غزلان بريه، يعني غزاله وغزاله وغزاله وغزاله. القطيع ده يا حبيب قلبي تعمل لي ايه؟ والله يا مستر لو قطيع غزلان بريه فعلا زي ما انت بتقول كلهم من نفس النوع يبقى هي جماعه حيويه من غير اصلا ما اتكلم. كتاب الامتحان يا اولاد جميل جدا بس هو بيكتر يعني في الاسئله بتاعته على الفاضي. تشابه عده انظمه بيئيه في خصائصها المناخيه والكائنات الحيه السائده بها. يبقى بص بيقول لك ايه؟ تشابه عده انظمه بيئيه في خصائصها المناخيه والكائنات الحيه السائده بها.
تعالى بقى كده، انا معايا نظام ونظام 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 ونظام. طب يا مستر هل دي جماعه حيويه؟ غلط يا بابا، غلط يا حبيبي. طيب هل يا مستر هي مثلا منطقه حيويه؟ حصل، هي دي يا مستر بقى المنطقه الحيويه. يبقى انا كده في معلومه خدتها معاك، تشابه عده انظمه بيئيه في خصائصها المناخيه، دي اسمها يبقى نظام مع نظام مع نظام، بس كلهم يا حبيب قلبي الجميل متشابهين، اسمها منطقه حيويه. طيب خش معايا على اللي بعده. تختلف الصحاري الكبرى عن غابات الامازون. اكيد يعني يا مستر الصحاري غير الغابات. طب يا ترى بيختلفوا عن بعض في ايه؟ او الصحاري فيها ايه مش موجوده في الغابه؟ المناخ الدافئ الرطب، ولا تواجد نباتات تتكيف مع الجفاف، ولا كثره الامطار في فصل الشتاء، ولا زياده اعداد الحيوانات؟ اكيد يعني مش اكيد عدد الحيوانات في الصحراء مش اكتر. اكيد يعني الصحراء مش كثره الامطار في فصل الشتاء. اكيد يعني مش مناخ دافئ ايه رطب. بقى كده يا مستر بتتميز عنها بتواجد نباتات تتكيف مع الجفاف. يا مستر هنا صحراء يبقى في نباتات بتتكيف مع الجفاف غير هنا. ايا مما يليه يضم جميع المناطق الحيويه على الارض. منطقه حيويه مع منطقه حيويه مع منطقه حيويه. طبعا يا شباب بيقول لك منطقه حيويه او يا ولاد مناطق حيويه، دي حبيب قلبي الجميل اسمه الغلاف الحيوي. الغلاف الايه يا ولاد؟ الحيوي. تمام. يلا حباب قلبي، ايا مما يلي يمثل احدى اليات الربط الاساسيه بين المستويات الغذائيه في الغلاف الحيوي. طبعا يا مستر معايا مستويات غذائيه، يعني مثلا معايا هنا مثلا مستوى، وهنا كمان مستوى، وهنا كمان مستوى. اللي انا شايفه ده واللي انت شايفه ده، دي حبيب قلبي اسمها ايه؟ دي اسمها يا بابا اسمها الشبكه الغذائيه. اسمها ايه يا ولاد؟ شبكه غذائيه. وخلي بالك معايا ان الشبكه الغذائيه مجموعه من السلاسل الغذائيه المتداخله مع بعضها البعض، واللي بتوضح مسار انتقال الطاقه. طيب كده المفروض اسئله الجزء الاولاني يا ولاد اختر كلها الحمد لله خلصت. ويلا بينا بقى يا بطل اخدك معايا لاسئله البارت 2 اهو. ركز معايا بقى عشان ده برضو يا مستر لسه الدرس الاولاني، بس خلي بالك عشان الاسئله بتاعت الجزء الثاني دسمه شويه. تمام؟ وبسم الله الرحمن الرحيم كده يا ولاد نبدا الجزء الثاني من الدرس الاول من كتاب الامتحان. ركز معايا. أي العمليات التالية تمثل تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية؟ يبقى أنا يا مستر النبات بياخد الضوء وبيحولها لطاقة كيميائية. يا ترى تنفس ولا بناء ضوئي ولا هضم ولا تحلل؟ لا يا مستر، أنا يا مستر عندي حاجة اسمها البناء الضوئي. طبعا البناء الضوئي هو يا مستر النبات بياخد من بياخد الطاقة الضوئية يا ولاد من الشمس ويحولها لطاقة كيميائية. أي أنواع الكائنات التالية من الممكن ان يتواجد في اكثر من مستوى في سلسله غذائيه؟ يا ترى عندي كائنات ذاتيه التغذيه، يا ترى تبقى موجوده يعني يا اولاد في اكثر من مستوى، ولا اكلات العشب ولا اكلات اللحوم ولا اكلات محلات؟ طب ما تيجي نتفاهم. يلا بينا. انا مثلا معايا نبات في المستوى الاول اهو. النبات ده يا حبيب قلبي اهو مثلا بياكلوا ارنب اهو، والارنب ده يا بابا بياكلوا مثلا ضفدع، والضفدع ده يا حبيب قلبي بياكلوا تعبان، والتعبان ده يا بابا بياكلوا صقر. ركز معايا. النبات ده الوحيد اللي فيهم كائن منتج. هل يا اولاد الكائن المنتج هنا متكرر؟ في اي كائن منتج يا حبيب قلبي انت مش شايفه؟ يا ترى انت شايف حاجه انا مثلا مش شايفها؟ لا. طب يبقى انا كده يا مستر معايا كائنات ذاتيه التغذيه لان نباتات غلط. طب يا ترى اكلات العشب؟ مفيش ولا واحد من دول بياكل عشب الا الارنب، فطبعا يا مستر مش هيبقى موجود في اكتر من حاجه. يا ترى اكلات اللحوم؟ حصل، الضفدع اهي بياكل ارنب، ممكن يا مستر التعبان ياكل ارنب، ممكن يا مستر الصقر يا مستر برضه يا مستر ياكل الارنب، عادي خالص. ايه المشكله يعني؟ يبقى احنا كده يا شباب قلنا ان هي اكلات اللحوم. طبعا الكائنات المحلله ما فيش الكلام ده اصلا، بعد الصقر اصلا ما بيموت بيتلم عليه الايه؟ البكتيريا. وطبعا يا جماعه ده مستوى واحد. جميع الكائنات الحيه التاليه ذاتيه التغذيه ما عدا. كل دول ذاتيه؟ كل دول يا جماعه بيصنعوا غذائهم بنفسهم؟ ما عدا. تعال نشوف النبات. لا صح يا مستر، مش هينفع اختار، انا عايز حاجه غلط. الطحالب برضو نفس الكلام. نبات اهي عوارق اسمها عوارق نباتيه. النبات يا حبيب قلبي اللي هي الحاجات الصغيره جدا اللي بتكون يا اولاد موجوده على وش الميه من فوق دي كده يا بابا، ده برضو يا اولاد كائن منتج. يبقى يا اولاد حاجه واحده بس اللي هي الفطريات كائن مستهلك. المعادله التاليه تمثل احدى العمليات الحيويه بالنبات الاخضر. ماشي، انا دلوقتي يا مستر معايا ميه اهو، واديت للنبات حاجه وطاقه ضوئيه وكلوروفيل. ده انا كده يا مستر بتتكلم بقى في عمليه البناء الضوئي. يبقى اكس دي اللي انا اديتها طبعا يا حبيب قلبي للنبات، اكيد يعني اديته غاز ثاني اكسيد الكربون. طيب تمام. يبقى انا كده بقول لك ما العمليه الحيويه وما الذي يدل عليه. طبعا يا جماعه العمليه دي اللي هي خد منها طاقه ضوئيه وخد ميه واكيد خد الغاز ثاني اكسيد الكربون، يبقى اكيد بناء ضوئي. بناء ضوئي لا ده تنفس غلط، تنفس غلط. بناء ضوئي وبناء ضوئي. طب الاكس دي يا بابا اديت للنبات ايه؟ خلاص يا مستر بقى انت اديت له ثاني اكسيد الكربون، حصل، يبقى ب.
5 يلا يا ولاد مع بعض كده في الرسمه الجميله دي. الشكل المقابل يوضح شبكه غذائيه، اي الكائنات بها تمثل مستهلك ثانوي. حبيب قلبي الجميل بس لازم تكون معايا، انا بيبقى معايا كائن منتج اهو، كائن منتج بياكله اهو حاجه اسمها كائن مستهلك اولي، واللي بياكل الاولي مستهلك ثانوي، واللي بياكل الثانوي مستهلك من الدرجه الثالثه. يبقى انا كده يا حبيب قلبي الجميل بعد اذن حضرتك يعني يا فندم، انا كده بقول لك ان السلسله دي انا عايز اعرف منها مين الكائن اللي مستهلك ثانوي. طيب بص يا حبيب قلبي، انا معايا هنا نبات اهو اسمه سين، السين ده كله جراده وكله فراشه، يبقى ده يا مستر مستهلك اول. يا حبيب قلبي المستهلك الاولي هو اللي بياكل النبات بس، يبقى ده وده يا مستر ما ينفعوش، يبقى ولا ده ولا ده ولا صاد ولا عين. طب بص بقى، مين اللي بياكل المستهلك الاولي؟ المستهلك الثانوي. اه يا مستر فعلا الفار جه كل الجراده، الضفدع جه كل الفراشه، يبقى انا كده معايا الفار ميم والضفدع لام. عايز بقى يا جماعه اجابه تقول لي ميم ولام، ميم ولام. طبعا يا جماعه الاجابه رقم ب. الشكل التالي يوضح سلسله غذائيه في احدى النظم. والله يا مستر معايا نبات اهو، ده طبعا يا بابا كائن منتج. طيب الجراده ده كائن مستهلك بس مستهلك اولي، الضفدع ده يا مستر مستهلك ثانوي اهو، التعبان يا مستر مستهلك من الدرجه الثالثه او مستهلك ثالثي. طبعا يا حبيب قلبي ده اقواهم ده مستهلك من الدرجه الرابعه، مستهلك من الدرجه الرابعه. يلا تتضمن هذه السلسله 5 كائنات مستهلكه. طب تعالى نعدهم، ادي 1 2 3 4. لا يا مستر مش 5 دول 4، 4 كائنات اكلت لحوم. طب تعالى نشوفهم. طب اكيد ده يعني مش هياكل لحمه، ده بياكل نبات اهو، يبقى ممكن مثلا 1 2 3 غلط اهو. كائن واحد اكل العشب، حصل يا مستر ده الوحيد يا مستر اللي فيهم بياكل عشب، يبقى انا كده يا مستر اجابه رقم ج. وتعالى اكد لك اللي ده الغلط، بيقول لك 3 كائنات مستهلكه. فين يا عم الحاج؟ ركز كده معايا، ادي 1 2 3 4، يعني هم 4 مش 3، يبقى كده برضه يا مستر دي غلط. السؤال اللي بعده بيقول اهو نفس السؤال بس الاجابه رقم 2، يعني اي كائنات بالسلسله الغذائيه يمثل مستهلك ثالثي. طب ما انا حليتها اهو، مستهلك ثالثي فوقها التعبان اهو، تعبان يا بابا اهو رقم ج. خش يا بابا يلا معايا على السؤال رقم 7. في عمليه البناء الضوئي تستخدم النباتات الخضراء بتستخدم ثاني اكسيد كربون وميه لانتاج الطاقه، ولا اكسجين وماء لانتاج الطاقه، ولا طاقه لانتاج ايه العبط ده، ولا طاقه لانتاج الاكسجين والماء والجلوكوز. يبقى مستر النبات بيستخدم الطاقه عشان ينتج اكسجين وينتج جلوكوز وينتج ميه. تمام. ما الترتيب كده يا جماعه؟ الاجابه رقم د. ما الترتيب الصحيح الذي يمثل سلسله غذائيه في نظام بيئي بري؟ يعني يا جماعه كائنات بتعيش على البر او يا جماعه على الارض، عايز اشوف ايه الترتيب الصح بتاعهم. ذره ده منتج، فار بياكل الذره ماشي تمام، البومه بتاكل الفار حصل، والنسر بياكل. طب ما دي صح. طب ركز كده معايا، ذره كلها فار، الفار كله نسر، هل النسر هياكلوا بومه؟ اكيد لا. اذكى اخواته، اوعى تفتكر ان السهم ده يبقى الذره بتاكل الفار، يا بابا السهم ده ما بيمثلش اي حاجه، بيمثل بس اتجاه انتقال الطاقه، يعني الطاقه بتتنقل من الذره للفار. يا مستر عشان الفار هو اللي كل الذره، الطاقه بتتنقل من الفار للنسر عشان يا مستر النسر هو يا مستر اللي كل الفار. نفس الكلام. والله انا مكسوف والله من اللي احنا بنقوله ده، ما علينا. يبقى كده يا جماعه الاجابه رقم ا. 9. في السلسله الغذائيه المقابله اي مما يلي صحيح. عايز حاجه من دول يا جماعه تكون صح. يا ترى كائن منتج بياكلوا الكائن رقم 2، خلاص بقى يا عم ما انت كده الكائن 2 مستهلك اولي. اللي بياكلوا الكائن رقم 3 بس يا مستر ده كده مستهلك ثانوي. يلا يا باشا نشوف الاختيارات، بيقول لك مين من دول صح. الكائن 2 بياكل لحمه؟ لا طبعا مش بياكل طبعا لحوم اهو، مش معاه فلوس اكيد اهو، كائن منتج. معلش عديها يعني معلش يبقى كده ايه رقم غلط. ماشي. الكائن 2 مستهلك ثانوي، الكائن 2 ده يا اولاد مستهلك ثانوي؟ لا يا شباب الكائن 2 ده مستهلك اولي زي ما انا كاتب لك. الكائن 3 من اكلات اللحوم. يا مستر الكائن 3 من اكلات اللحوم حصل عشان هو مستر بياكل المستهلك الاولي، صح الكلام اهو. يلا بينا. طبعا الكائن 3 مستهلك ثالثي، الكلام ده كذب عشان هو ثانوي. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. في سلسله الغذاء المقابله مين من دول صح؟ نبات كلته حشره، الحشره كلها ضفدع، الضفدع كله صقر. طب يلا بينا نتفاهم مين من دول صح. الصقر طبعا نخلصهم الاول. ادي يا عم منتج، مش هنخلص بقى من موضوع منتج ده، وده مستهلك اولي، وده مستهلك ثانوي، وده مستهلك ثالثي او من الدرجه الثالثه. بالترتيب كده يا ولاد. الصقر مستهلك ثاني غلط،
الصقر مستهلك ثالث حصل، النبات في المستوى الاول حصل، يبقى ليه ما اختارهاش؟ تعالى اقول لك ليه جيم وده الغلط. الحشره في المستوى الثاني تمام، والضفدع مستهلك ثالث، كذاب ثانوي كاتبه لك اهو. الحشره مستهلك ثاني تمام، والنبات منتج. حشره مستهلك ثاني غلط يا حبيب قلبي، الحشره مستهلك ايه؟ ها اول. طبعا يا اولاد هنا بيقول لك الحشره في المستوى الثاني، لكن هنا قال لك مستهلك ثاني، غلط يا بابا، يبقى كده ايه؟ غلط. المخطط المقابل يمثل سلسله غذائيه، ضوء جه على ايه؟ اكيد يعني اكيد ايه ده؟ اكيد نبات. مستهلك اول، مستهلك ثاني، مستهلك من الدرجه الثالثه. تعال نكمل. مين من دول يمكن ان يمثله الحرف اكس؟ اكس ده يا حبيب قلبي المستهلك الثاني. يلا المستهلك الثاني اكيد احنا قلنا الاول مستهلك اولي بياكل النبات، يبقى الثاني هو اللي بياكل المستهلك الاول. طب يا ترى ب؟ غلط. يا ترى الف ارنب؟ لا يا مستر، الارنب اهو، الارنب يا بابا بياكل النبات. طب جرده؟ لا يا مستر ما فيش الكلام ده، يبقى كده يا مستر ما فيش الا الايه؟ التعبان. يا مستر انا لو لا يعني بص لو ركزت كده يا بابا اهو، ده كده يا بابا النبات او الحشائش ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش اي مشكله. الارنب اهو مستهلك اول، اللي بياكل حبيب قلبي الجميل الارنب او الجراده طبعا يا مستر التعبان. صح ولا غلط يا بابا؟ يبقى غلط. يلا 12. طبعا يا جماعه كده الف غلط وب غلط وج غلط، عشان بس ما نرجعش للسؤال تاني. التتابع التالي يوضح 6 كائنات حيه في سلسله غذائيه. طب ادي ال6 كائنات، اي الاختيارات الاتيه يعبر عن كائنات اكلات اللحوم. طب ما هو ده للمره مليون كائن منتج بيصنع غذائه بنفسه، انا الان ده زهقت منه. ماشي. بي؟ لا يا مستر ده مستهلك اولي، لا ده موضوع كده صعب. يلا بي طبعا يا بابا مستهلك اولي، هو لا كده لا كده ماشي. ده طبعا يا جماعه مستهلك ثانوي اهو، اكلات لحوم. يا مستر يبقى السي هياكل ده، والدي هياكل ده، والاي هياكل ده، يبقى انا عندي 1 2 3 بياكلوا لحوم. ماشي. سي ودي واي. فين سي؟ اهي سي ودي واي. يلا يا ولاد، كم عدد اكلات اللحوم بالشبكه الغذائيه المقابله؟ طب ركز بقى معايا عشان ده مرار طافح. ده نبات طبعا يا جماعه، دي الشبكه داخلين كلها في بعض. ده نبات، وده طبعا يا مستر شجره، بياكلوا طبعا يا مستر ده اللي هو حبيب قلبي اهو الماعز ده مثلا، ولا اي حد، الحمار الوحش، اي حاجه، الصوره طبعا مش باينه، والزرافه طبعا يا مستر بياكلوا ده. فانا دلوقتي بقول لك كم عدد اكلات اللحوم، يبقى ده غلط، وده كمان يا بابا غلط، وده كمان غلط. انا هاخدهم واحد واحد اهو عشان نخلص. طبعا وحيد القرن ده طبعا يا بابا هو بياكل برضه نبات، يبقى ده برضه كمان غلط. طب ركز بقى معايا. تمساح؟ ده التمساح ممكن اهو يا مستر، التمساح اهو طالع سهم يا بابا اهو من وحيد القرن، التمساح ممكن ياكله، ادي كده اول واحد معايا صح. الصقر ممكن برضه يا مستر ياكل اهو، ياكل يا مستر الزرافه، ممكن برضه يا مستر ياكل برضه اهو الغزاله، صح الكلام، ده كده تاني واحد صح. 3 يا بابا النمر، النمر طبعا يا مستر ممكن يقوم بدول كلهم، ادي النمر يا مستر. 4 يا مستر برضه اسد ملك الغابه بالبلدي كده، يبقى انا كده يا جماعه معايا كام كائن حبيب قلبي الجميل؟ 4 بياكلوا لحمه، ادي 1 2 3 4، يبقى انا عايز اجابه بتقول 4، يبقى كده يا جماعه الاجابه رقم ج. سؤال جميل والله مفيش مشاكل. الكائنات المحلله في السلاسل الغذائيه تاني ماشي تقوم بعمليه يا مستر الكائن المحلل اكيد مش بيصنع الغذاء بالبناء الضوئي، اكيد بيعيد المواد الغذائيه للنظام البيئي، لسه قايل لحبيب قلبي الجميل اللي الكائنات المحلله بتعيد الغذاء للنظام البيئي مره اخرى. ما نوع الكائنات الذي يمثل، او ما نوع الكائنات ماشي الذي يمثل نهايه اي سلسله؟ ايه نوعها يا بابا في نهايه اي سلسله؟ والله يا حبيب قلبي انت بيبقى معاك كائن مثلا منتج زي النبات، يا مستر معايا كائن منتج زي النبات. المنتج ده يا بابا بياكله مثلا جراد، الجراد مثلا بياكله ضفدع، الضفدع حبيب قلبي الجميل بياكله ثعبان، الثعبان نكمل بس هنا عشان مش هتكفي بياكله صقر، الصقر لما هيموت هياكله بكتيريا، يعني كائن محلل. كائن ايه يا اولاد؟ محلل. يبقى انا كده بقول لك ايه اخر كل سلسله؟ طبعا يا مستر البكتيريا او الفطريات، اي كائن حبيب قلبي الجميل محلل. يبقى انا كده يا مستر هقول المحللات. حفظ يا ابني الحته دي، اي سلسله غذائيه بتبتدي بكائن منتج وبتنتهي بكائن محلل. تمام. يلا يا جماعه السؤال اللي بعده 16. اي مما يلي يمكن ان يمثل كائنات مستهلكه اوليه؟ يعني يا مستر بتاكل نباتات في نظام بيئي مائي. طب زي الفل، عوالق نباتيه يعني بيقول لك مستهلك اولي، اكيد مش طحالب، يعني الطحالب منتج. طيب نباتات مائيه لا منتج، شكرا. عوالق حيوانيه، طب ما هو العوالق الحيوانيه فعلا يا مستر ممكن تاكل النباتات. اسماك صغيره برضو ممكن، اسماك كبيره غلط خالص طبعا. يبقى كده يا جماعه الاجابه رقم ج. عدناها طبعا يا اولاد اكتر من مره، يعني السؤال ما فيهوش حاجه.
الكائنات التاليه تكون او بتكون سلسله غذائيه ماشي في نظام بيئي واحد. اي هذه الكائنات يمثل كائن مستهلك ثالثي. مستهلك ثالث. طب تعالى خدهم واحد واحد. العوالق الحيوانيه انا لسه قايل لاذكى اخواته اللي هو بياكل نبات. تمام. الطحالب المائيه لسه برضو قايل برضو لاذكى اخواته ان ده كائن منتج. الاسماك الصغيره لسه قايل برضو اللي هي مستهلك اول، يبقى اكيد ما فيش الا مستهلك من الدرجه الثالثه اللي هو سمك القرش حبيب قلبي الجميل. وخش معايا على السؤال اللي بعده. اي مما يلي يمثل المفترسات في السلسله الغذائيه. مفترس، كائن مفترس، كائن مستهلك اولي بس. يا عم مستهلك اولي دي انت هنهزر؟ مستهلك اولي اصلا مستر بياكل نبات. مفترس فين المفترس ده؟ كائن مستهلك ثانوي والله ينفع بس كاتب لي فقط فهقول له غلط يا حبيبي. مستهلك ثانوي او ثالثي والله كلام جميل. مستهلك اولي غلط. يبقى كده يا مستر اجابه رقم ج. ماشي يا اولاد؟ طبعا دي غلط. ها كده يا جماعه معايا الاجابه رقم ج. اي كائنات الحياه التاليه يؤثر غيابها سلبا على جميع مستويات التنظيم. يعني حاجه لو غابت بالسلامه كله. لسه قايل لك والله العظيم في اول الحصه كائن مستهلك اولي لا، مستهلك ثانوي لا، ثالثي لا. يبقى كده يا جماعه الكائنات المحلله عشان بترجع العناصر الغذائيه للتربه مره اخرى. يلا السؤال اللي بعده. يبدا انتقال الطاقه في النظام البيئي بكائن ايه؟ حبيب قلبي الجميل انا كنت لسه راسم لك يا بابا سلسله. اي سلسله بتبدا منين؟ كائن منتج. هو يا بابا اللي بينقل طاقته للكائنات كلها اللي بعديها. فطبعا يا جماعه ما فيهاش مشكله. يبقى انا اي حاجه هختارها طبعا بتبتدي بيها الطاقه يبقى كائن منتج للغذاء. اللي بعده قال لك يمكن دراسه انتقال الطاقه في سلسله غذائيه من خلال دراسه التفاعل بين. طب يا مستر بيقول لك انتقال الطاقه ومستر محمود دلوقتي لسه كنت كاتب لك سلسله كلها في بعضها كائنات حيه مع بعضها. المكونات غير حيه غلط، حيه وتربه غلط، كائنات حيه وايه وبعضها، كائنات حيه غلط. يلا بينا. في شبكه الغذاء المقابله، الشبكه هي يا اولاد بيقول لك تنتقل الطاقه مباشره من. طب يا مستر مباشره انا ممكن مثلا بذور وعصفوره. طب ما سهله اهي. فين؟ ان البذور للعصفور. طب تعالى اكد لك كلامي. ورق النبات لطائر الباز. فين يا عم ورق النبات؟ اوراق النبات اهو. فين طائر الباز؟ اهي. فين يا عم المباشره؟ ده لازم ياكلوا الديك. والله مش عارف ايه القرف اللي احنا بنقوله ده. ما علينا. الديك للذئب. الديك اهو للذئب. ماشي غلط. طب البذور للتعبان. يا مستر البذور فين التعبان؟ يا فيش يا عم ده عصفور. ويبقى غلط دي كمان يا مستر. ويرجع يقول لك ايه؟ اصل العلوم متكامله صعبه. علوم متكامله صعبه فعلا محتاجه مدرس احياء. تمام. اقسم بالله لو جبت اقول لي بس مش. يلا الحمد لله. مدرسين يا جماعه اقسم بالله اعدادي جوهره في الحاجات دي. مدرسين اعدادي واولى اعدادي اهو ابتدائي. كل الكلام ده اصلا ابتدائي وشويه منه اعدادي. والله العظيم يشرحها احسن من مدرس ثانويه عامه. ما علينا. اي الاختيارات التاليه يمثل المسار الصحيح لانتقال الطاقه في سلسله غذائيه. يلا يا عم. العشب كلته بقره. تمام. البقره كلها اسد. تمام. الاسد بكتيريا التحلل. طب ما دي ممتازه صح. بكتيريا التحلل بادئ بالبكتيريا غلط يا بابا. بادئ بالبقره غلط يا حبيبي. بادئ بالعشب تمام. بقره هياكلوا بكتيريا التحلل. بعد كده الاسد غلط طبعا يا جماعه. يبقى كده يا جماعه انا معايا الاجابه رقم الف. يلا اللي بعده. يمكن دراسه تدفق الطاقه خلال المستويات الغذائيه المختلفه من خلال. حبيب قلبي الجميل انت دلوقتي بتدرس تدفق اتجاه الطاقه اهو. ده يا مستر اسمه هرم الطاقه. هرم الطاقه ده يا حبيب قلبي بيكون فيها بابا كده مستويات كده بابا بالطريقه دي كده. كائن منتج، مستهلك اول، مستهلك ثاني، مش عارف ايه. دي اسمها يا اولاد اهرامات الطاقه. ماشي. يبقى يمكن دراسه تدفق الطاقه خلال المستويات من طريق اهو عن طريق اهرامات البيئه. ماشي. هي يعني. يلا قاعده هرم الطاقه. القاعده يا حبيب قلبي بتاعت هرم الطاقه ادي هرم الطاقه اهي يا بابا. دي كده القاعده. الحته دي كده يا بابا بتمثل كائن ايه؟ والله يا مستر بتمثل كائن منتج. يبقى انا بقول لك قاعده هرم الطاقه بشغلها الكائنات طبعا يا مستر الكائنات المنتجه. يلا بينا. المخطط المقابل يمثل سلسله غذائيه اهو. المستر المخطط اهو بيمثل سلسله غذائيه. تعالى بس الاول نمسح دي كده عشان ما نضايقناش. يلا بينا. يلا يا ولاد. المخطط المقابل يمثل سلسله غذائيه. مين من دول بيمثل هرم الطاقه المعبر عن هذه السلسله؟ طب ما بيقول لك دبليو اللي هو طبعا كائن منتج. غلط. منتج يا جماعه لازم يكون في القاعده بتاعت الهرم. منتج دبليو. تمام. زد يبقى غلط. كده يا جماعه انا محتار ما بين دي ودي. طب يا عم امشي بالترتيب. اكس تمام. واي ادي واي وادي زد. ايه ده يا عم؟ ده بيقول لك واي بعد كده زد اهي. واي بعد كده زد. هنا زد بعد كده واي. يبقى كده يا جماعه الاجابه رقم د. ماذا يحدث لكميه الطاقه المنتقله من مستوى غذائي للمستوى الذي يليه في هرم الطاقه؟ اقسم بالله هو هرم الطاقه كل ما اطلع لفوق حاجتين حبيب قلبي الجميل بيقلوا. عدد الكائنات الحيه والطاقه. عدد الكائنات الحيه والطاقه.
يبقى هو بيقول لك تتزايد. ايه اللي بيحصل لكميه الطاقه المنطلق او اللي بتنتقل يعني من مستوى لمستوى. خلاص يا مستر بقى بتقل اهي، تتناقص. تمام، وهنشرحها دلوقتي طبعا يا جماعه في الاسئله بالتفصيل يعني. الشكل المقابل يمثل هرم طاقه تستمد كائنات المستوى ايه في هذا الهرم طاقتها من يا عم المستوى ايه ده يا مستر؟ انت مستر ايه اللي نبات؟ يبقى هتاخد بقى مستر الطاقه بتاعتها من مين؟ مش الشمس يا حبيبي، عوامل لا حيويه الدرس الاول. يبقى كده الكائنات منتجه غلط، ده لا، يبقى يا مستر الشمس. سلسلتين غذائيتين، شكله سؤال حلو طالما السؤال ضخم كده يبقى شكله حلو. سلسلتين غذائيتين س وص، بتتضمن السلسله س 4 مستويات غذائيه. يبقى انا كده يا مستر 4 مستويات غذائيه في السلسله س، ادي 1 2 3 4 ادي س. طيب بينما تتضمن ص 3 مستويات بس، ادي يا عم الصاد بيقول لك فيها 3 مستويات بس. ماشي ركز يلا معايا. إذا علمت أن كمية الطاقة في المستوى الأخير لكل منهم متساوية، يعني هنا مثلا يعني الطاقة اللي هنا قد الطاقة بالظبط يا أولاد اللي هنا. طب يا مستر إزاي ده دول 4 ودول 3؟ تعالى يا حبيب قلبي يعني، طب تيجي يا حبيب قلبي نفترضها طب بأرقام. أنا مثلا معايا مثلا هنا الطاقة 1000 100 مثلا 100، خليها 100 عشان بس ما يطلعش بس رقم كبير، وهنا كمان يا بص 100. يبقى أكيد ال 100 دي كان قبلها كام؟ 1000، وهنا كان قبلها 10000، وهنا طبعا يا حبيب قلبي الجميل طبعا بعد انا اسف يا اولاد 10000 طبعا اللي هي كام صفر؟ 4 اصفار. طبعا يا جماعه اللي بعدها اهي هتبقى 100000. يلا هنا 100، يبقى هنا اكيد يا مستر كانت 10، يبقى هنا اكيد يا مستر اكيد يعني بالبلدي لو انت مثلا هتزود على ال 100 انا اسف يا اولاد هتزود طبعا عليها 1000، طبعا هنا يا اولاد اهو هتزود برده صفر تاني، يبقى كده يا اولاد 10000. يبقى اكيد دي كانت اكتر من دي. ما هو ايه اللي يخلي دي ودي متساويين؟ اكيد دي كانت اكتر. يبقى انا عايز حاجه تقول لي ان كميه الطاقه في الكائن المنتج بالسلسله س اكبر، ايوه اكبر منها في الكائن ص. طب تعالى بقى اشرح لك حاجه هتستفيد بيها جدا 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 في حل يا اولاد باقي الفيديو يا اولاد معايا. بص يا بابا اهو دي كده اول حاجه هي عندنا، عندي مثلا وليكن مثلا عشب كلوا جراد، والجراد كلوا ضفدع، والضفدع مثلا كلوا تعبان، والتعبان مثلا يا مستر كلوا صقر، اخر واحد اهو يا ولاد صقر. طب تعالى بقى يا مستر نركز مع بعض. حبيب قلبي الجميل كل ما بتطلع بالشيل صفر. ازاي يا مستر؟ مش فاهم حاجه. تعالى يا بابا لو هنا مثلا يا ولاد الطاقه 1000 مثلا، هطلع لفوق، تعرف يا بابا ان كميه الطاقه اللي بتتنقل من المستوى الاول للمستوى الثاني كل ما بتطلع بقى مستوى بتشيل صفر. يعني يا حبيب قلبي الجميل اكنك بالظبط كده بتقسم على 10. يعني هنا يا مستر هقول 100. طب بص اللي بعدها هتفهمها لوحدك، ال100 هتبقى 10 وال10 هيبقى 1 والواحد هيبقى 1 من 10. لاحظت ايه يا بابا؟ مستر كل ما بطلع بقسم يا مستر على اقسم على ايه؟ 10. اشيل يا حبيب قلبي يعني صفر بالبلدي كده يعني اشيل صفر. طيب انزل زود الصفر، متفقين؟ هنحتاجها دلوقتي وركز معايا عشان هجيبها لك 3000 مره دلوقتي. الكائنات التالية تكون سلسلة غذائية في نظام بيئي واحد. أي هذه الكائنات يحصل على أقل قدر من الطاقة خلال هذه السلسلة. أقل حد يا ولاد بيوصل له طاقة. طب ما أنا لسه قايل لسيادتك هو مين يا ولاد من السلاسل دي كلها يوصل له أقل قدر من الطاقة؟ يعني بص دي كانت 1000 جول، 100 جول، 10 جول، 1 جول، 1 من 10. طبعا يا جماعة أقل واحد وصل له طاقة طبعا يا جماعة اللي هو مين؟ الصقر. يبقى آخر واحد فوق يا بابا أقل واحد بيوصل له طاقة دايما. يبقى احنا كده تحلب اخضر، وطبعا هو بيقول لك اقل قدر. تحلب اخضر ولا جمبري ولا سمكه التونه ولا سمكه، طبعا يا جماعه سمكه القرش عشان طبعا يا جماعه توجد في قمه السلسله فوق. اي السلاسل الغذائيه التاليه يحدث بها اكبر فقد للطاقه بفرض ان كميه الطاقه في الكائنات المنتجه في جميع السلاسل متساويه. بابا لو قال لك اكبر فقد للطاقه بص بالبلدي كده ما تفكرش كتير، اطول سلسله يا حبيبي. طب اقل قدر يا بابا من الطاقه اصغر سلسله. طب هو هنا بيقول لك اكبر فقد للطاقه. ادي مستوى الثاني الثالث، مستوى الثاني الثالث الرابع، مستوى الثاني الثالث الرابع الخامس. يبقى انا كده يا مستر هقول الاجابه رقم 3 اهو. فين 3؟ يبقى لما يقول لك طاقه بتتفقد كتيره جدا تدور على اطول سلسله. خش معايا يلا على السؤال اللي بعده. الشكل البياني المقابل يوضح كميه الطاقه في مستويات 4 سلاسل غذائيه س ص ع ل. ماشي. اي سلسله غذائيه من دول بيتم تمثيل الطاقة في مستوياتها بشكل صحيح. حبيب قلبي الجميل عشان يبقى سلسلة صح مظبوطة لازم انا قلت لك وانت طالع كده يا بابا في الهرم من القاعدة لغاية القمة حاجتين بيقلوا، الطاقة وعدد الكائنات الحية. طب انا عايز اكتر عدد من الكائنات الحية يا حبيب قلبي، يبقى هدور عليه فين؟ في الكائنات المنتجة. يبقى الكائن المنتج لازم يكون اعلى حاجة عشان اللي بعده تفضل تقل عشان ده يا حبيب قلبي اسمه هرم الطاقة. يبقى انا بقول لك الكائنات المنتجه خلي بالك متلونه باللون الاخضر.
طب دي الكائنات المنتجه اقل يا مستر من اللبني ده. طب دي يا مستر برضو قليله قوي. دي يا مستر بص جميله، اكبر واحد فيها يا اولاد الاخضر. يبقى انا كده الاجابه رقم ص. السؤال اللي بعده بيقول لي الشكل المقابل يوضح سلسله غذائيه. اي كائنات في السلسله الغذائيه تنتقل منه اكبر كميه من الطاقه؟ اللي بيطلع اكبر طاقه يا اولاد اكيد اكبر واحد عنده طاقه الكائن المنتج. طب مين من دول يا عم منتج؟ الذره اهو. يبقى الاجابه رقم ا. اللي بعده ايا مما يلي يحدث لاعداد الكائنات الحيه مع الانتقال من القاعده للقمه. طب ما انا لسه قايل لسيادتك لما بتطلع لفوق الطاقه بتقل والعدد بيقل يا مستر، يبقى هنا تقل. السؤال اللي بعده الشكل المقابل يعبر عن هرم كتله حيويه بنظام بيئي ماشي. مين من دول يمكن ان يمثل الكتله الحيويه للمستهلكات الثانويه؟ طب صلى على النبي. بص يا بابا، مش انا قلت لك كل يا بابا ما بتطلع كل بتشيل صفر؟ ماشي يا مستر حصل. يبقى انا كده معايا كائنات منتجه. دي يا مستر كانت 37، يبقى اكيد يا مستر اللي قبلها كانت 370. خليك ذكي، ما انا شلت الصفر عشان تبقى 37. طب دي يا مستر هقسم على 10 عشان انا قلت لك برضو بتقسم على 10 كل يا بابا بتطلع فوق. يبقى طالع اقسم نازل اضرب 37، يبقى دي 3.7 عشان طبعا يا جماعه تبقى اقل برضه يا ولاد 1.5. طب بيقول لك ايه؟ مين من دول يمكن ان يمثل الكتله الحيويه للمستهلكات السنويه؟ طب ده منتج، ده اولي، ده ثانوي. يبقى بابا بيسالك عن حاجه في دي. يبقى انا عايز حاجه ما بين ال 37 لل 1.5، حاجه تقع ما بينهم. 809 غلط، ده كبير قوي. 50 ده اكبر من 37. 11 ينفع، ما هو ال 11 ده رقم اهو، ال 11 ده رقم بيقع ما بين ال 37 وال 1.5. مش هنشرح بقى رياضه. يبقى هنا كده يا جماعه الاجابه 11 جرام. اللي بعده السؤال 36 الكائنات المتواجده عند نقط هرم الطاقه ينتقل اليها قدر من الطاقه نقط كائنات منتصف الهرم. طبعا انت ما فهمتش اي حاجه من السؤال، ركز يا ابني معايا. الكائنات المتواجده عند نقط هرم الطاقه بينتقل اليها قدر من الطاقه نقط كائنات منتصف الهرم. طب حبيب قلبي الجميل، دول كائنات منتصف الهرم. بص كده اهو، دول كده الكائنات يا اولاد بتوع منتصف الهرم، اللي هي الحته دي والحته دي، وده طبعا قمه الهرم. طيب انا بقى بقول لك كائنات، طب ما تيجي انا وانت نخترع اجابه. بص كده، كائنات قمه الهرم بينتقل اليها قدر من الطاقه اقل من اللي بيتنقل لمنتصف الهرم. اشمعنى يا مستر؟ انت قلت لي كل ما بتطلع الطاقه بتقل، يبقى ده عنده طاقه اكتر. طب تعالى كده انا وانت نجربها. الكائنات المتواجده عند قمه هرم الطاقه ينتقل اليها قدر من الطاقه اقل من منتصف الهرم. صح يا مستر؟ طب يا ترى في اجابه كده؟ قمه واقل، قمه يساوي قاع اقل، قمه الحمد لله قمه واقل. تمام؟ النسبه بين مقدار الطاقه المنتقله الى كائنات قمه الهرم البيئي، بيتكلم على الكائنات اللي في القمه اللي في الهرم من فوق خالص يا اولاد، يعني الطاقه اللي بتتنقل لهم قليله جدا، لمقدار الطاقه المنتقله للكائنات عند منتصف الهرم. يبقى دي القمه اقل من منتصف الهرم. بدا بالقمه يبقى لازم تقول لي اقل من 1. طب بدا يا مستر بالمنتصف لازم تقول لي اكبر من 1. ابوس ايدك، انت كل ما بتطلع الطاقه يا بابا بتقل. يبقى طبيعي اي حد طبعا هيستنتج ان الطاقه بتاعت او الطاقه اللي بتتنقل لكائنات قمه الهرم اقل بكتير من الطاقه اللي بتتنقل لكائناتها اللي اعلى منها، اللي هي يا جماعه في المنتصف بتاع الهرم. اي حاجه صغيره على اي حاجه كبيره يبقى النسبه اقل من كام؟ من 1. لو عكست انت كمان اعكس، اقل من 1. الشكل البياني المقابل يوضح عدد المستويات في 4 سلاسل غذائيه. ادي السلسله لام عين صاد س. ماشي. تتساوى كميه الطاقه في الكائنات المنتجه بكل منهم. حلو جدا. اي هذه السلاسل يحدث خلالها فقد كميه اقل من الطاقه؟ ياه، فقد اقل كميه يا مستر من الطاقه. طب يا مستر انا لسه قايل لسيادتك لما طلب مني سلسله اختارها يحصل فيها قدر كبير او اهدار او فقد قدر كبير جدا من الطاقه، قلت لك اختار اطول سلسله. هنا بقى عايز اقل قدر من الطاقه يتفقد، يبقى اكيد اختار اقل سلسله، اقل عدد مستويات. انهي واحد من دول يا اولاد اقل عدد مستويات؟ بص اللام 3 مستويات، عين 6، صاد 4، س 5. يبقى كده يا مستر اختار لام، اقل مستويات طاقه واقل في السلسله، اقل طبعا يا جماعه من ناحيه الايه؟ الكائنات الحيه في السلاسل يعني يا بابا. ماشي؟ يبقى كده يا جماعه الاجابه رقم لام. سؤال 39 يلا يا بطل عشان ما اطولش عليك. اذا كان مقدار الطاقه المنتقله للمستهلك الثاني في سلسله غذائيه بتساوي 2 جول، مستهلك ثاني فيها 2، كم يكون مقدار الطاقه بالكائن المنتج؟ طب ما تركز معايا اهو،
ده كائن منتج وده مستهلك اول وده مستهلك ثاني. اهو دلوقتي بيتكلم اهو، ده منتج وده مستهلك اولي وده يا بابا مستهلك ثانوي. هو بيقول لك ان في المستهلك الثانوي 2. ماشي، يلا حبيب قلبي الجميل، قلت لك طالما انت بتنزل بتزود صفر، زود يا حبيبي. يبقى هنا 20، يبقى هنا كام يا بابا؟ 200. يبقى هنا مقدار الطاقه بالكائن المنتج 200. شفت اللعبه الجميله؟ انزل زود صفر، اطلع نقص صفر. يبقى كده يا جماعه 200. يلا، بفرض ان كميه الطاقه التي تنتقل الى ارنب من النباتات تساوي 100. ركز كده معايا، اللي بتتنقل يا بابا للارنب 100. يبقى هنا اكيد يعني كانت في الكائنات المنتجه كانت 1000. ركز كده شوف هو عايز ايه. ما كميه الطاقه التي يمكن ان تصل الى الثعلب الذي يتغذى على الارنب؟ يعني الارنب يا مستر بياكلوا ثعلب على طول. طيب يبقى هنا دي 100، يبقى ده كان يا حبيب قلبي كام؟ 10. يلا يا حبيب قلبي، يبقى بفرض ان كميه الطاقه اللي بتنتقل لارنب من النباتات تساوي 100. ماشي، اللي اتنقل هنا 100 كم؟ فما كميه الطاقه اللي يمكن ان تصل الى الثعلب الذي يتغذى على الارنب؟ هنا 1000، هنا 100، هنا 10. الموضوع خلاص خلص. يبقى فين؟ 10. يبقى يا حبيب قلبي دايما بيوصل 10% من الطاقه وبيتفقد 90% من الطاقه. يلا اهو، يلا الحمد لله جه نسبه الطاقه المفقوده عند الانتقال من اي مستوى غذائي للمستوى الذي يليه. اقسم بالله انا ما شفت السؤال، بس الحمد لله مكشوف عني الحجاب، ما علينا. يبقى كده يا جماعه نسبه الطاقه المفقوده كام؟ 90%. يلا، في السلسله الغذائيه تتضمن 4 مستويات طاقه. لا ثانيه واحده بقى نرسمهم له. 4 مستويات طاقه اهو. اهو المستوى الاول، الثاني، الثالث، الرابع. طبعا يا جماعه ده النبات محجوز للكائن المنتج. تعال نشوف هو عايز ايه. كان مقدار الطاقه اللي بتصل للمستهلك الاولاني 100. ده مستهلك اول وده مستهلك ثاني وده مستهلك من الدرجه الثالثه. ده بيوصل له 100. تعالى قبل ما نقرا المساله، دي 100 يبقى ده اكيد كام؟ 1000. طب ده 10. طب ده 1. شفت كل بعمل ايه؟ بطلع ازود ولا انقص؟ لا جدع سامعك، انقص صفر. يلا، ما كميه الطاقه المفقوده؟ حط تحتها 3000 خط عند الانتقال من الكائن المنتج حتى المستهلك الثالث. طب ما ده اول ثاني ثالث. يبقى يا بابا اللي اتفقد من هنا لغايه لما يوصل هنا، هو ال1000 وصل منهم كام؟ جدع سامعك، وصل منهم 1 جول يا مستر. يبقى اللي اتفقد كام؟ 999. الاجابه كده يا ولاد. من السلسله الغذائيه التاليه: حشائش، حشرات، ضفادع، ثعابين، نسر. ماشي، بيقول لك اذا كانت الطاقه في كميه من الحشائش بتساوي 20000 جول. في الحشائش 20000 اهو حشائش. يبقى هنا اهو 1 2 3 4. طب ماشي، فإن الطاقة المنتقلة من المستهلك الأول للمستهلك الثانوي، من الأول للثاني، تساوي تقريبا قد إيه؟ يا حبيب قلبي إيه المشكلة يعني؟ أهو ده 20000 يبقى ده 2000. أهو يا حبيب قلبي، أزود يا ولد ولا نقص؟ نقص يا مستر صفر. هنا 2000. واللي هياكل الحشرات هيوصل له يا حبيب قلبي اللي هو الضفادع هيوصل له كام؟ 200. طيب يلا بقى، ان الطاقه منتقله من المستهلك الاول للمستهلك الثاني. طبعا يا جماعه 200. خلاص اتحلت حبيب قلبي الجميل، شاطر. يلا يا جماعه اخر صفحه، يلا 44. اذا تغذى المستهلك س على المستهلك ص، ايا مما يلي يمثل كل الطاقه المنتقله من ص لس. لا بالراحه بقى، بيقول لك س كل ص، يبقى انا كان عندي كائن اسمه ص كله س. حلو. ايا مما يلي يمثل كل الطاقه المنتقله من الصاد للسين. زي الفل. الطاقه المستخدمه في حركه س مفيش الكلام ده. الطاقه المستخدمه في هضم مفيش. الطاقه المخزنه في انسجه س ولا الطاقه المخزنه في انسجه ص؟ اقرا السؤال تاني معلش. مين من دول بيمثل كل الطاقه المنتقله من صاد لسين؟ من صاد لسين. يبقى اكيد اللي اتنقلت هي الطاقه المخزنه في انسجه صاد. ما هو صاد يا بابا هو اللي بينقل لسين مش سين. صاد هو يا بابا اللي بينقل لسين. ليه؟ عشان سين هو اللي كال الصاد. صح ولا غلط؟ تمام. ادرس السلسله الغذائيه التاليه ثم اجب. نبات كالو ايه، والاي كالو بي، والبي كالو سي، والسي كالو دي. تمام. اي رموز في السلسله الغذائيه تشير الى كائن حي يحتوي على طاقه تبلغ 10 مرات قدر الطاقه الموجوده في المستهلك الثالث؟ طب ما بالراحه بقى. مستهلك ثالث، طبعا يا جماعه ده مستهلك اول، ده مستهلك ثاني، ده مستهلك ثالث. طب يلا ركز لي. هو بيقول لك انا عايز من دول حد بيحتوي على طاقه تبلغ 10 مرات، يعني لما اضربه في 10 الاقيه قده 10 مرات. ماشي.
قدر الطاقه الموجوده في المستهلك الثالث. طب ما تيجي يا حبيب قلبي الجميل اقول لك الاجابه كده ب. ليه يا مستر؟ تعالى يا عم نفرض انا وانت يا عم ارقام. لو ده مثلا 20 مثلا، تمام يا اولاد؟ ده 20 يبقى ده اكيد كام؟ ده قبله، يعني في طاقه اكتر، يبقى اكيد ده كان 200. عايز تتاكد اضرب يا بابا 20 في 10 تطلع كام؟ ها 200. يبقى فعلا يا مستر ال 200 قد ال 20 10 مرات اهي. يبقى كده ده المستهلك الثالث سي، يبقى ده قده 10 مرات، يبقى انا كده يا جماعه بتكلم على بي. السؤال اللي بعده، يلا حبيب قلبي الجميل. اي العبارات التاليه غير صحيحه عن سلاسل الغذاء؟ عايز حاجه غلط يا اولاد عن سلاسل الغذاء. قال لك تختزن كائنات السلسله الغذائيه الطاقه الكيميائيه وتفقد طاقه حراريه، ولا بتعتبر الطاقه الضوئيه مصدر لجميع صور الطاقه في السلسله الغذائيه؟ هو طبعا يا جماعه عايز حاجه غلط، ها غير صحيحه. ولا تستفيد المفترسات من الطاقه الحراريه؟ ايه يا عم ده يا عم؟ احنا قلنا يا اولاد اصلا الطاقه يا اولاد بتتفقد على هيئه طاقه حراريه، ولا بتستفيد ولا نيله. بمجرد يا اولاد اصلا ما الارنب بياكل بيفقد اصلا جزء كبير جدا 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 اصلا من الطاقه على هيئه طاقه حراريه وعلى هيئه هضم وعمليه اخراج وكل الكلام ده. يبقى كده يا جماعه الاجابه دي غلط. طبعا هي بتخزن طاقه كيميائيه، طبعا هي بتعتبر الطاقه الضوئيه مصدر لكل ده، عشان الطاقه الضوئيه اللي مش موجوده النبات مش موجود، النبات مش موجود، كل السلسله مش موجوده. يبقى دي كمان صح. تعالى اقول لك ده ازاي صح. قال لك تعود العناصر الغذائيه للتربه عن طريق المحللات، حصل الكائنات المحلله. يبقى كده يا جماعه اجابتي رقم ج. اخر سؤال حبيب قلبي الجميل. تهدف الاطواق الذكيه الى قياس العوامل التاليه ما عدا. طبعا يا جماعه دي كانت معلومه طبعا موجوده في الدرس بالنص. هو بتقيس معدل الحركه، حصل. بتقيس معدل النبض، تمام. بتقيس درجه الحراره، جدع. اكيد يعني مش هتقيس يعني الكتله الحيويه، يعني مش هنهزر. وبكده حبايب قلبي الجمال كده يبقى احنا الحمد لله خلصنا اسئله الدرس الاولاني الجزء الاول والجزء الثاني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم مع حل اسئله الدرس الاول الجزء الثالث. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.